السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. أهلا وسهلا بيكم حبايبي، وحشتوني قوي. ربنا يعلم أنا مفتقدكم قد إيه. أهو بنوفي بوعدنا، هنبدأ معاكم إن شاء الله رب العالمين حلقة تلو الأخرى في حل مشاكل أسئلة المنهج. إحنا هنحل هنا الواجب يا جماعة، الواجب اللي ما ينفعش إن إحنا كده نرملكم الواجب ونقول لكم مع نفسكم وجاهدوا وكافحوا. هو ده اللي بيوقع طالب في ثانوي عام، ان المدرس يرمي واجب والطالب ما يعرفش الجايد انسر بتاعته ايه. طب وانا ايش عرفني؟ ان انا عملته ده صح ولا غلط؟ يعني السنه اللي فاتت يعني ما كانش لسه معايا النظام اللي انا بدات فيه، نظام الاونلاين. طبعا اللي انا بصوره ده حاليا هو متاح لكل طلبه تانية سنه على مستوى الجمهوريه بلا مقابل. نظام الاونلاين اللي بمقابل هيكون في ثالثه، يعني انا شغال دلوقتي في ثالثه بالمقابل في الاونلاين، لكن انا بستفاد من التكنولوجي اللي انا فيها دي، ان انا افيد طالب تانية وافيد طالب اولى كمان، احل معاه الواجب ومتابعه دوريه ومستمره. ودي اهم حاجه على فكره في النظام. يعني السنوات السابقه كنت بعمل ايه؟ بندي الواجب، يلا يا اولاد ايه اللي واقف معاه، ايه اللي واقف معاك، لكن ما حصلتش قبل كده ان انا جيت في حصه رايح اشرح وحليت الواجب كله. الطالب مش هيستحملني. فاهو يا سيدي واهو يا ست الكل، احنا معاكم خطوه بخطوه، وان شاء الله بعمين هنحل ملزمه الواجب من اولها لاخرها، مقسمه طبعا على مدار الترم. قبل اي حاجه، بس قبل ما تبدا معايا تانية ثانوي، عايز افهمك ان تانية ثانوي دي كربونه في ثالثه. الطلبه بتبقى تعبانه والله العظيم في ثالثه بسبب تانية، كربونه. فاللي ما بيتعلمش كيمياء في تانية بيطلع تعبان ثالثه. ويا عالم يا عالم بقى، انت هتقابل مدرس هيفوقك في سنه ثالثه ولا مش هيفوقك؟ لان لو ما فوقتش في ثالثه هتفضل طايل لاخر السنه والسنه ضاعت منك. فلو سمحت حضرتك من دلوقتي اعرف راسك من رجليك. طيب، منهج تانية ثانوي اسهل بكتير من اولى، بس اخطر منه للاسف، لا اخفيك سرا. هو اسهل ان هو كلامه منطقي. اولى كان عامل زي الست الرغاوي اللتاته، ياخدك من موضوع يدخلك موضوع، هوب من العلم، هوب الكيمياء والقياس، هوب المعمل، هوب النانو، هوب المول والمعادله الكيميائيه. انت خلاص انت على نص الباب التاني. السنه اللي فاتت في الترم الاول كنت فرهطت مني، ما انتش مستحملني خلاص. يعني انا كملت لك المنهج السنه اللي فاتت، وحتى الاجيال اللي قبل كده كنت بكمل لهم المنهج بالعافيه. علشان كده احنا بنشيل ايدينا واحده واحده من اولى. يعني في شبرا الخيمه انا ما بقتش متواجد اولى ثانوي اصلا، دي معلومه يعني ليكم. تمام. وفي مناطق تانية، مناطق مصر الجديده شلت نفسي من اولى ثانوي. انا دلوقتي بقيت مدرس ثانيه ثانوي، وغالبا ان شاء الله السنه الجايه هكون ثالثه ثانوي فقط، علشان انا عايز الطالب اللي بيذاكر معايا. حضرتك بقى تهتم كويس، هتلاقيني معاك وخدامك، مش هخليك محتاج حاجه. بالنسبه لمستوى الملزمه بتاعتنا يا اولاد، مش سهله ومش بتفزلك او مش بعقدك، لا، عشان الامتحانات بتيجي على المستوى بتاعها. الملزمه دي يا اولاد جايه بقى، يعني اسئلتها معظمها جاي من امتحانات سابقه، جاي من المركز القومي للامتحانات، يعني اسئله البنك الاسئله اللي بيتحط لك منه الامتحانات دايما. فتركز كده وتمخمخ معايا. خلاص، النهارده ان شاء الله هنبدا باول درس حل واجب. دي كده طبعا الجزء بتاع الواجب. تمام. هنبدا من الاول خالص لغايه اخر رازرفورد، من الاول خالص لغايه اخر نموذج رازرفورد. طيب، حضرتك دي كده الملزمه قصاد منك، وده كده اول جزء في الواجب. تعالى كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طيب، اول حاجه، السؤال الاول يا جماعه، في اول سؤال في الواجب، عقبال يا رب كده ما الوقت يعدي عليك كده بردا وسلاما ونقول لك وبكده الحمد لله رب العالمين. افتكر بقى اللحظه دي، ادي اول سؤال. طرخه دلوقتي، شوف انت بتتفرج عليا الساعه كام، يوم ايه، شهر ايه، علشان لما اقول لك وبكده نكون ادينا رسالتنا. افتكر الكلمه دي، خلي بالك هتعدي، الترم بيعدي، يعني الترم عدى ولا لمحته. وانت عارف الموضوع ده من السنه اللي فاتت، بتلعب تلعب 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 تلعب، هوب تلاقي المدرسين يقول لك يلا عشان نبدا بقى منهج مكثف. تقول له هو انا ايه اللي حصل لي؟ اوعى يحصل فيك السنه دي كده، بس ركز معايا. سؤال واحد، يعد كلام ديمقراطس عن الذره نظريه؟ لا، ما كانش فيه نظريات، هو تخيل وتصور. هو مش تعريف، هو ما عرفش الذره ولا فرض الذره، هو تخيل. الفلاسفه يا جماعه والمفكرين دول بيتخيلوا او بيتصوروا. يبقى الاجابه بتاعتك هنا هتكون ج. 2، كلام ارسطو عن بنيه الذره. ارسطو نظريه، حقيقه، افتراض، تصور. برضه ارسطو يعتبر فيلسوف او مفكر، تبقى الاجابه ج. سؤال 3،
اي مما ياتي يعبر عن اتفاق بين ديمقراطس وارسطو ان كلام كل منهما لا يعتبر نظريا، ولا يمكن تقسيم وتجزئه الماده الى ذرات. هو ديمقراطس قال كده هقسم الماده لذرات، ماده بتتقسم لقطع لاجزاء صغيره، بعد كده الى نصل الى الذره التي لا تنقسم الى الاتوم. لكن ارسطو اصلا ما اعتقدش في الذره، فمش هينفع الاجابه تبقى ب. جيم حبيبات التراب اصغر جزء من مكونات الماده. هو ما اتكلمش عن التراب بس ارسطو، وخلي بالك ديمقراطس قال ان التراب بيتجزأ، يبقى مش هتنفع تبقى جيم. ده الذره جزء اصغر، نفس القصه. يبقى عشان بس نختصر 4. كل مما ياتي يندرج تحت فكره ارسطو ما عدا. افترض ان التراب جزء من مكونات الذهب. ايوه لان قال ان الماده تتالف من 4 مكونات: الهواء والماء والتراب والنار، وبالتالي هيبقى التراب جزء من مكونات الذهب كماده. تسببت فكرته في شل تطور علم الكيمياء. طبعا ده شلته كشلل في قلبه 1000 سنه. يمكن تحويل النحاس الى ذهب. المتخلف ده قال كده على فكره، يعني هو قال كده، يعني العلماء اللي وراه فكروا في كده. افترض ان العنصر يتكون من ذرات. لا طبعا، هو اصلا رفض فكره الذره. كل دي افكاره الهباب ما عدا ده. طيب سؤال 5 من تصور بويل عن الماده. ماده بويل، خلي بالك هو بويل اول واحد عرف العنصر. خلاص، اول واحد عرف العنصر. وخلي بالك بويل الماده بالنسبه له ما هي الذره، الماده بالنسبه له هي عنصر. دي ابسط حاجه عنده في الكون كله، العنصر. خلاص. ان اصغر جزء يعبر عن الماده النقيه هو الذرات. لا طبعا بويل ما اعتقدش في الذره. اللي اعتقد في الذره لغايه دلوقتي حسب الترتيب الزمني هو ديمقراطس. الماده النقيه لا تنقسم تسمى عنصر. الماده النقيه التي لا تنقسم تسمى عنصر. يمكن تقسيم الذره برضه، ما اتكلمش عن الذره. يمكن تحليل، لا الاجابه ب. لان هو بيقول لك ان العنصر لا يمكن تحويله او تحليله الى ما هو ابسط ابسط منه. طيب سؤال 6. اي الاشكال التالية تمثل عنصرا؟ طبعا ذرات العنصر الواحد حسب كلام دالتون، ذرات العنصر الواحد متشابهه ومتساويه في الكتله، فده طبعا عنصر. لكن ده يا جماعه مخلوط، ده مخلوط، ده مخلوط. طبعا لما حد يقول لي دي مركبات، المركب لازم الكور تبقى لازقه في بعض. خلاص. 7. عالم له الفضل في اعاده تطور علم الكيمياء بعد شل. هو مين اللي شل العلم؟ مش ارسطو. مين اللي جه بعد منه لغى فكرته؟ بويل. يبقى اللي اعاد للعلم رونقه هو بويل. 8. كل مما ياتي من تطبيقات نظريه دالتون ما عدا. دالتون، خلي بالك دالتون قال ايه؟ فكر كده معايا. دالتون قال ان العنصر يتكون من دقائق صغيره متناهيه في الصغر غير قابله للتجزئه، وايه؟ والذرات دي مصمته. خلاص ماشي كده؟ طيب يبقى ذره الكربون اثقل من ذره الهيدروجين. ايوه فعلا قال كده. قال كده برضو امتى؟ قال ان ذرات العنصر الواحد متشابهه ومتساويه لكنها تختلف من عنصر الاخر. يبقى فعلا في ذره اثقل من ذره. ب. كتل جميع الذرات المختلفه متساويه. لا هو ما قالش كده. المختلفه مختلفه. يتحد ذرتان من الهيدروجين مع ذره من الاكسجين تكون جزيء ماء، ولا الذره التي لا تتجزا الى مكونات، الذره لا تتجزا الى مكونات اصغر. يقول لك كل ده من تطبيقات دالتون ما عدا. طب تعالى كده بقى نمشيها واحده واحده. هل دي من تطبيقات دالتون؟ ذره الكربون اثقل من ذره، ايوه دي من تطبيقات دالتون. طب كتل جميع الذرات المختلفه متساويه؟ لا دي مش من تطبيقات دالتون. يبقى انت الاجابه بتاعتك هتكون ب، لان دي تبعه ودي تبعه. 9. طبقا لنظريه دالتون فان الذره، نظريه دالتون، خلي بالك دالتون ما كانش عنده، هو الذره بتاعته ذره مصمته كده. خلاص؟ ما كانش عنده لا بروتونات ولا الكترونات، لسه لم تكتشف بعد. يبقى لما يقول لك تحتوي الكترونات سلبه قول له ارى. خلاص ماشي كده؟ تحتوي على نواه موجبه ارى. متعادله كهربيا ارى. لا تحتوي على اي جسيمات. ايوه هي دي اللي صح. ماشي يا سعاده الباشا؟ سؤال 10. كل مما ياتي من فروض نظريه دالتون ما عدا. يعني كل حاجه صح، هيبقى في 3 صح وواحده بس اللي غلط او تتعارض مع كلام دالتون. الذره متناهيه الصغر. ايوه ده كلام مظبوط. يتكون العنصر من دقائق اصغر لا تقبل التجزئه. ايوه الذرات مظبوط. تتكون الذره من نواه. لا كده بقى انت هتبدا تخري، لان ما كانش عنده لسه لا نواه ولا بروتونات ولا نيوترونات. سؤال 11. الشكل المقابل يوصف النموذج الذري. كوره ما فيهاش اي شحنات، يبقى دالتون على طول. اوعى تقول لي دالتون وتومسون. تومسون فيه شحنات موجبه وسالبه. ماشي. 12.
بيقول لي حمض الكبريتيك يتكون من ذرات. هو حمض الكبريتيك يا جماعه هو H2SO4، احنا عارفين كده. مين افترض النسبه العدديه البسيطه للمركبات يا جماعه؟ دالتون قال لك تتكون المركبات عن طريق اتحاد ذرات العناصر المختلفه، ذرات العناصر المختلفه بنسب عدديه بسيطه. طيب H2SO4 هتبقى انهي واحده بقى؟ ها، H2 عند الاثنين اهي، الاتش ارتفاع عند الاثنين، والاس عند واحد، والاو عند 4، هتبقى الاجابه دي. خلاص؟ 13 اتفق ديمقراطس ودالتون. ديمقراطس ودالتون الاثنين اتفقوا فيها يا جماعه في الذره. خلي بالك دالتون وفق بين كلام بويل وديمقراطس. اتفق ديمقراطس ودالتون في ان الذرات تختلف من عنصر الى اخر. الذرات تختلف من عنصر الى اخر. المركب يتكون من اتحاد ذرات العناصر. الماده لا تقبل التجزئه. الذره متناهيه الصغر لا تقبل التجزئه. ايوه هي دي اللي هي اتوم يا جماعه. خلي بالك دالتون قال ان الذره متناهيه الصغر لا تقبل التجزئه، وديمقراطس قال ايه؟ يمكن تقسيم اي قطعه ماديه الى جزيئات اصغر وجزيئات اصغر الى ان نصل الى جزء لا ينقسم. هو ده يعني غير قابل للتجزئه. هما الاثنين اتفقوا في الحته دي. سؤال 14 كل مما ياتي من مفهوم نظريه دالتون ما عدا، يعني كله تبع دالتون. كتل ذرات الصوديوم الموجوده في عين منه جميعها متساويه. ايوه صح، كتل ذرات العنصر الواحد متساويه ومتشابهه. طيب كتل ذرات الحديد تختلف عن كتل الالومنيوم. صح، كلام دالتون. يتكون جزيء الماء من ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. صح. الماده تتكون من عناصر لا تقبل التجزئه. لا، هو ما قالش عناصر، قال ذرات. قال ايه؟ ذرات. يبقى الاجابه بتاعتك هتكون هنا د. سؤال 10 اشعه المهبط اللي هي الالكترونات. الالكترونات جسيمات ماديه، وطالما ماده يعني ليها كتله وحجم، يبقى مبدئيا هي ليها كتله، وانت مصدق ان هي ليها شحنه، يبقى ليها كتله وشحنه. هتقول يا مستر بس كنا بنهملها، وانت مالك؟ بنهملها ولا ما بنهملهاش؟ بس هي موجوده. يبقى الاجابه لها كتله ومشحونه بشحنه كهربائيه. طبعا الشحنه ده تبقى شحنه ايه؟ سالبه. سؤال 16 اي مما ياتي لا يعد من خواص اشعه المهبط. تعالى كده نراجع على خواص اشعه المهبط. اشعه المهبط يا جماعه كانت عباره عن شحنات سالبه، وبما انها سالبه تتاثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي، وكانت بتنحرف تجاه القطب الايه؟ الموجب او المجال الموجب. ماشي، تسير في خطوط مستقيمه، لها اثر حراري، واللي كان اللي بيثبت ان هي بتدخل في تركيب جميع المواد ان هي لا تتاثر طبيعتها او سلوكها بتغير نوع الغاز او نوع ماده الكاثود اللي بيطلع منه الشحنات او اشعه الايه؟ المهبط. يبقى اي مما ياتي لا يعد من خواص اشعه المهبط. تختلف خواصها باختلاف ماده الاخرى. لا. تسبب توهج جدار الانبوبه. لا يتغير سلوكها عند تغيير الهواء الموجود. تتاثر بالمجال المغناطيسي والكهربي. هل تختلف خواصها من ماده الاخرى؟ لا، احنا قلنا لا تختلف خواصها من ماده الى اخرى. سؤال 17 بيقول لي لديك العينات التاليه A و B و C و D، اختر الشكل البياني الذي يتفق مع نظريه دالتون لوصف النسب بين كتل العينات. طيب بص يا سعاده الباشا، مديني A و B و C و D. لو هنجيب النسب ما بينهم، دي نسب كتل، يبقى دي كده هتبقى 1 ودي كده هتبقى 2 على 5 فيها 2 على 5 فيها 1 على 5 فيها 1. صح؟ هتبقى A B C، اللي خلي بالك يا A B C بادئه هنا من الشمال لليمين. هيبقى 1 2 1 1 1 2 1 1 هنا 1 1 2 1 هنا مش ماشيه مع بعض. هتبقى 1 ال A 2 1 1 هتبقى الاجابه بتاعتك د. تمام؟ طيب سؤال 18 عند سقوط اشعه المهبط على صفيحه من البلاتين. احنا عارفين ان اشعه المهبط يا جماعه ليها اثر حراري، فاكيد هتؤدي الى سخونه الفلزات. الفلز هيسخن، يبقى ايه يا جماعه؟ هتسخن. سميت اشعه المهبط بهذا الاسم لا تخرج من المهبط. المهبط يا جماعه هو الكاثود السالب. الكاثود السالب، الاجابه دي. 20 الشكل الذي امامك يعبر عن نموذج ما احلاه. ده انتوا عارفينه يا جماعه، البطيخه. مين البطيخه؟ تومسون. طبعا هو قال ايه؟ ان الذره بالنسبه له عباره عن كره من الكهربيه الموجبه المتجانسه مطمور بداخلها عدد من الشحنات السالبه لكي يجعل الذره مالها متماسكه. 21 تتكون اشعه المهبط من دقائق متناهيه الصغر سميت بالالكترونات. طيب 22 من الشكل الموضح يمكن ان نستنتج اشعه الكاثود. هو واضح هنا كده يا جماعه
اشعه الكاثود طالعه اهي اللي انت شايفها دي، في مجال هنا سالب لو انت مش شايفه، وده موجب بس هو مش ظاهر قوي في الرسمه، فهي كده راحت ناحيه الموجب اهي، انحرفت اهي خلاص، ان هي كده موجبه الشحنه. طبعا هتتاثر بالمجال، لا تاثير حراري، لا طبعا، مش الموضوع هنا ملوش علاقه بالحراره، الموضوع هنا ليه علاقه بالتاثر بالمجال المغناطيسي او المجال الكهربي. تنحرف عند تعرضها المجال الكهربي لانها مشحونه بشحنه موجبه، لا هي مشحونه بشحنه موجبه، هي شحنتها سالبه. تغير مسارها عند تعرضها المجال المغناطيسي لانها غير مشحونه، لا هي مشحونه. تنحرف عند تعرضها المجال الكهربي لانها مشحونه بشحنه سالبه، الاجابه هتبقى د. 23 الدليل على اشعه المهبط تدخل في تركيب جميع المواد. واضحه جدا وسهله، انت اصلا بتستنى السؤال ده من السنه للسنه يعني، سؤال سهل وبيجي على طول يعني في الامتحانات، وسؤال فكرته هبله يعني. طيب هي دي الاسئله بتاعت الامتحانات على فكره. سيبك بقى من مين مكتشف الالكترونات، بلاش الاسئله كلها تبقى في السياق الاهبل ده. الاسئله بقت تيجي بتعتمد على الفهم، خلي بالك ماده الكيمياء بقى ليها ركن خاص كده، ركن خاص، خلي بالك. وللاسف استشعارنا من الطلبه عايزين المدرس اللي يتفه لهم الماده، يجروا وراه قوي ويلبسوا زي ما لبسوا كلهم السنه اللي فاتت في 2023. السنه اللي بفضل الله يعني سبحان الله دي كانت اعظم هديه من ربنا ليا بفضل الله والله. السنه اللي كانت صعبه وفيها ضجه على الكيمياء طلع منها بفضل الله معايا الثانيه على الجمهوريه. يعني نعمه كبيره والله، يعني وجود البنت دي قعدها قصادي نعمه ليا انا، مش انا اللي كنت ناعم عليها، لا بصراحه هي اللي كانت اضافه ليا. تمام؟ لان اظهرت مجهودي وانا بشكرها قدامكم كلكم، شكرا جدا 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 يا اروع على المجهود اللي انت بذلتيه. وخلي بالكم يا جماعه كانت جايبه 250 من انا اسف يا اروع انا هفتش السر ده بس عشان اشجعه، كانت جايبه 250 من 280 في المرحله الاعداديه. فنخلي بالنا ما هياش يعني نقول ان هي عاديه، بس قدرت تعمل حاجه وتفوقت وطلعت التانية. طيب نرجع لكلامنا. السؤال 24 من خواص اشعه المهبط، تخرج من الانود وتتجه للكاثود، لا. موجبه الشحنه، لا. سالبه الشحنه. اشعه غير منظوره تحدث وميض، ايوه ده تعريفها اصلا. هو سيل من الاشعه الغير منظوره، خلاص غير منظوره يعني ما بنشوفهاش بعينينا، تحدث وميض لجدار الانبوبه الايه؟ الداخليه. 25 اول ما نفترض ان الذره بها شحنات مش دالتون تونسون، واول ما نفترض التعادل هو تونسون، اول ما نفترض التعادل هو مين؟ تونسون. طيب سؤال 26 اي من الاشكال الاتيه يعبر عن مسار اشعه المهبط؟ اشعه المهبط يا جماعه هي سلبه الشحنه وبتنحرف تجاه القطب المجال الموجب، يبقى الاجابه د. الاجابه د طبعا مش هتمشي كده، مش هتمشي كده في خطوط مستقيمه، مش هتتفرع كده بالطريقه دي. 27 اي مما يلي لا يصف اشعه المهبط، يعني مش كلامه مش صح عن اشعه المهبط. يمكن ان تصدر من تآن الغازات، ما دي صح. يمكن ان تصدر من ماده المهبط، صح. اشعه كهرومغناطيسيه وليست جسيمات، لا غلط، لان اشعه المهبط جسيمات ماديه لانها الالكترونات اللي قلنا اللي ليها كتله وشحنه، وكتله يعني ماده. طيب 28 في تجربه الحصول على اشعه المهبط عند استخدام ماده البلاتين ككاثود بدلا من النحاس ولا يحصل اي حاجه، هتطلع برضه اشعه المهبط، لان احنا قلنا اشعه المهبط لا تتغير في طبيعتها او سلوكها بتغيير ماده الكاثود، يبقى لا تتغير خواص اشعه المهبط فان لا تتغير خواص اشعه الكاثود او طبيعتها رغم تغيير ماده الكاثود. طيب سؤال 29 بيقول لك لا تصدر اشعه المهبط في تجارب تفريغ الغازات في احد الحالات الاتيه. انت لو الضغط كبير عادي، ضغط الغاز عادي خالص، وفرق الجهد بين القطبين قليل، صح؟ عند استخدام كاثود من معدن خامل، لا عادي والله. معمل هو الذهب مش عنصر وليه ذرات والذرات فيها الكترونات، يبقى تطلع منها الالكترونات دي على اي اشعه كاثود، يبقى مش الاجابه دي. تحت ضغط منخفض وفرق جهد مناسب، لا طبعا. ضغط منخفض وفرق جهد مناسب لا تصدر اشعه المهبط. هو يقصد هنا فرق الجهد المناسب ايه؟ اللي هو المناسب لخروجها. طيب في الظروف العاديه عشان بس نوفر على نفسك، في الظروف العاديه من الضغط والحراره، اشعه المهبط ما بتطلعش في الظروف العاديه من الضغط والحراره، لازم الضغط بتاع الغاز يكون جوه الانبوبه قليل، ده كان شرط خروج اشعه المهبط. طيب بص يا سعاده الباشا،
في تجارب التفريغ الكهربي تنحرف اشعه الكاثود عند تعرضها لمجال كهربي مقتربه من اللوح المعدني المتصل بالموجب للتيار مما يدل انها سالبه الشحنه. سالبه الشحنه. مكتشف الالكترون the father of the electron هو تومسون، العالم تومسون بالتجربه الشهيره بتاعته. طيب حتى انا قلت لك تومسون بعد منه ما حدش شك في الالكترونات، لان الالكترونات بالنسبه له مثبته، لكن مين اللي شك بعد كده في وجود الشحنات الموجبه؟ رازرفورد، بدليل انه عمل لها تجربه مخصوص. قال ايه الشحنه الموجبه اللي بيقول عليها تومسون اللي افترضها دي؟ هو اكتشف السالبه. جبت منين انت ده العادي ما اعرفش الشحنات الموجبه بتاعتك؟ تعالى يا قاضي جيجر وتعالى يا قاضي ماريزدن ونعمل التجربه الشهيره بتاعتنا، وفعلا اثبتوا ان تومسون بطيخه يا جماعه. مش النموذج مش بطيخه ولا حاجه. طب اتفق دالتون وتومسون اتفقوا على ايه يا شباب؟ طب تعالى. الذره متعادله كهربيا، لا هو دالتون اصلا ما كانش عنده اي جسيمات. دالتون ما كانش عنده جسيمات. يبقى دي مش هتنفع. وجود شحنات موجبه داخل النواه، بلانيلا الاثنين ما عندهمش نواه. النواه اللي اكتشفها اللي بعد منهم اللي هو رازرفورد. كتله الذره تتركز في جزء صغير من الذره، لا. لا لا لا، لو ما بقتش دال هنروح كلنا في داهيه. تعالى كده بقى نشوف دال. الذره مصمته وكتلتها تمثل كتله اصغر جزء من الماده. ايوه هي الاجابه دال. لان هما الاثنين قالوا فعلا الذره مصمته، لكن جه بعد كده رازرفورد اثبت ان الذره معظمها فراغ. لان اشعه الفا ايه اللي حصل لها؟ عدت 99.9% عدى وظهر على اللوح المعدني خلف لحاء الذهب. اي من الاشكال التاليه يعبر عن نموذج تومسون؟ طيب مبدئيا ده مش هينفع يبقى تومسون خلاص، لان المفروض ان الذره متعادله وهي عباره عن كره من الكهربائيه الموجبه مطمور بداخلها، مش هينفع. طيب الذره متعادله دي كده مش متعادله، مش هتنفع برضه. لكن هنا يا جماعه الشحنات الموجبه على فكره انت بس مش شايفها عشان الشاشه، الشحنات الموجبه اهي هو عاملها كده كره من الكهربيه الموجبه الايه؟ المتجانسه. يبقى الاجابه ب 34 نموذج ذره رازرفورد. نموذج ذره رازرفورد يقول لك هو افضل نموذج ذري حتى الان؟ لا خلي بالك، هو مش افضل نموذج ذري ولا حاجه، لان هيبقى في نماذج ذريه بعد كده اللي هي في النماذج الذريه الحديثه. لا افترض ان المسافه بين نواه المدارات محدوده جدا، لا الالكترونات بتدور على مسافات ايه؟ شاسعه. اكتشف النواه ولا اكتشف الالكترونات؟ لا هو ما اكتشفش الالكترونات، هو اكتشف النواه. طيب 35 اوضحت تجربه رازرفورد لاول مره لاول مره ان الذره يوجد بها مستويات طاقه ولا شحنات موجبه ولا نواه ولا الكترونات. اوضحت تجربه رازرفورد لاول مره ان الذره يوجد بها شحنات موجبه. هي الذره مش لاول مره فيها شحنات موجبه، ما تومسون افترض ان هي فيها شحنات موجبه. يبقى هي يا جماعه فيها نواه. النواه هي اللي ما كانتش موجوده قبل كده، لاول مره في نواه. لكن الشحنات الموجبه سمعنا عنها قبل كده، لكن النواه دي مين؟ النواه دي ان شاء الله اول مره نسمع ان في حاجه اسمها نواه، واللي اثبت وجودها هو العالم رازرفورد. 36 اوضحت تجربه رازرفورد لاول مره ان الذره غير قابله للانقسام. لا الكلام ده قديما. طبعا هو ما قالش مصمته، ده هو رفضها. لا معظمها فراغ. هو ما قالش المره ان هي متعادله، لان اللي قال التعادل قبل كده كان تومسون، لكن لاول مره عرفنا ان الذره معظمها فراغ. 37 استخدم رازرفورد في تجربته كبريتيد الخرسين اللي هو اللي بيبطن الوعي الداخلي، عشان طبعا نحدد عدد الومضات واماكن الاصطدام لاشعه الفا باللوح المعدني. يبقى يا جماعه ليه يا جماعه كبريتيد الخرسين؟ يحدث وميضه عند اصطدام جسيمات الفا بيه. طيب 38 مرور معظم جسيمات الفا في تجربه رازرفورد ان الذره معظمها فراغ. انحراف نسبه ضئيله من جسيمات الفا عن مسارها اثبتت ان النواه موجبه. خلاص؟ انحراف مش ارتداد، انحراف النواه موجبه. طيب سؤال 40 اي من الاشكال التاليه يعبر عن ذره رازرفورد؟ بص يا سعاده الباشا، هل دي تنفع تبقى رازرفورد؟ خلي بالك انا هوضح لك بس. هو عامل كده هنا الكترون موجب، الكترون مش موجب، الكترون سالب. طب هل هنا النواه سالبه؟ لا. النواه هو عامل هنا النواه سالبه، تبقى لا. طب هنا موجب والكترون سالب. طب ما ده برضه موجب والكترون سالب، بس هنا الموجب في المركز وهي دي ذره رازرفورد، فالاجابه هتبقى ب.
طبعا الشحنه الموجبه في مركز الذره اللي هي النواه. طيب سؤال 41. امتداد نسبة ضئيلة جدا من جسيمات ألفا في عكس المسار أثبت إن النواة كثيفة وحجمها صغير. نسبة ضئيلة هنا يعني عدد الأشعة اللي ارتدت قليلة لأنها اصطدمت بجزء صغير، حجمه صغير. يبقى وجود جسيم عالي الكثافة في مركز النواة. خلاص؟ يبقى الإجابة بتاعتك دي. ولا معظم الذرة فراغ؟ لا، هي معظم الذرة فراغ لما معظم الأشعة إيه؟ عدت. النواة موجبة الشحنة؟ لا، هي النواة موجبة الشحنة لما حصل التنافر. الإلكترونات سالبة، هو الراجل ده الصراحة ما اتكلمش خالص عن الإلكترونات. اتكلم عليها وصفها بس، وصفها بالنسبه للاكتشاف بتاعه، لكن هو ما اهتمش بيها. حتى من ضمن كسور النظريه بتاعت رازرفورد انه لم يوضح النظام الذي تدور به الالكترونات حول النواه. طيب 2 لا يسقط الالكترون في النواه. فاكر يا شباب في عالم كده انا قلت لكم في الحصه، هو مش موجود عليكم في المنهج بس انا حكيت لكم عليه، اسمه ماكسويل. ماكسويل كان بيقول ان الالكترون سيسقط في النواه. طب ليه ما بيسقطش بقى؟ لان الالكترون يقع تحت تاثير قوه الطرد المركزي وقوه الجذب المركزي. قوه جذب النواه الالكترونات وقوه طرد الالكترون حول الايه؟ بعيد عن النواه. طبعا القوتين دول يا جماعه متساويتين في المقدار، متضادتين في الاتجاه. يعني مثلا قلت لك لو قوه الطرد بموجب 50 نيوتن، يبقى قوه الجذب تقول لي بكام؟ بموجب 50. اقول لك بلاص. يبقى انت كده ان شاء الله ما شمتش بربع جنيه اخلاق في جبر الاتجاهات، ما تربتش بصراحه. لان يا باشا ده اتجاه كده وده الاتجاه المعاكس، يبقى هنا سالب 50. سالب 50 نيوتن، لان ده قبل كده السؤال ده وقع الطلبه. طيب يبقى ليه لا يسقط الالكترون في النواه؟ بسبب تعادل قوه الطرد المركزيه مع قوه الجذب المركزيه. 43. اثبتت التجربه التي اجراها جايجر وماريسدن كل مما ياتي ما عدا مركز الذره ذو كثافه مرتفعه. ماشي، دي صح. ايه تاني؟ الذره معقده التركيب وتشبه المجموعه الشمسيه. الذره معقده التركيب وتشبه المجموعه الشمسيه. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. ايه تاني؟ الذره عباره عن كره متجانسه من الشحنات الموجبه والسالبه. لا، ذره رازرفورد مش متجانسه. ذره تومسون هي المتجانسه، ان الشحنات الموجبه موجوده في كل حته. خلاص؟ والسالبه هنا. لكن خلي بالك ذره رازرفورد الشحنات الموجبه موزعه في الداخل، يعني موجوده في الداخل، يبقى هنا مش تجانس. يبقى الذره عباره عن كره متجانسه من الشحنات؟ لا طبعا. الاجابه بتاعتك هتكون مين؟ ج. 44. يتمثل كسور نموذج رازرفورد عدم تحديد موضع النواه؟ لا طبعا حددها، والباشا كتر الف خير وخد جائزه نوبل عليها. عدم اثبات ان الذره متعادله؟ لا طبعا. هو عارف كويس قوي ان الذره متعادله، لانه عارف ان تومسون اكتشف الالكترونات وهو اكتشف البروتونات والذره متماسكه، اذا هي متعادله. عدم توضيح النظام الذي تدور فيه الالكترونات. اي من الخصائص الاتيه ينطبق على كل من اشعه المهبط واشعه الفا؟ بص يا باشا، اشعه المهبط انت عارف ان هي سالبه، واشعه الفا انت عارف ان هي موجبه. خلاص؟ كل منها مشحون بشحنه موجبه؟ لا طبعا. كل منها مشحون بشحنه سالبه؟ لا. تتاثر كل منهما بالمجال. وخلي بالك اتجاه الفا عكس اتجاه اشعه المهبط، لان اليوم شحنتين مختلفتين. يعني لو ده موجب وده سالب، ايه اللي هيحصل؟ لو دي الاشعه تعمل كده. خلاص؟ هيعكسوا. 46. اي مما ياتي لا ينحرف عند مروره في مجال كهربي. طبعا البروتونات مشحونه بشحنه موجبه فهتنحرف، والالكترونات مشحونه بشحنه سالبه فهتنحرف، والنيوترونات مش هتنحرف لانها متعادله، لكن جسيمات الفا هتنحرف. يبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ النيوترونات متعادله الشحنه. النيوترونات متعادله الشحنه. 47. احد الفروض التاليه يعبر عن نموذج رازرفورد ولا يعبر عن نموذج تومسون. يعني رازرفورد اللي قال كده، تومسون لا. الذره كره متجانسه من الشحنات الموجبه. لا طبعا، ده كلام تومسون مش رازرفورد. الذره بقى شحنات سالبه تكفي لاجعال؟ لا طبعا، هو ده كلام الاثنين، يبقى الاجابه مش ب. الذره بقى نواه موجبه؟ ايوه هي دي، لان اللي قال النواه الموجبه هو العالم رازرفورد. اي من الاشكال، سؤال 48. اي من الاشكال التاليه يعبر عن مرور حزمه من مكونات الذره خلال مجال كهربي؟ تعالى كده الاجابه الف. النيوترونات يا جماعه فعلا بتعدي من غير ما يحصل اي حاجه، بس الالكترونات السالبه مش هتروح للمجال السالب، فالاجابه مش الف. البروتونات يا جماعه مشحونه بشحنه موجبه، فاكيد مش هتمشي كده على خط مستقيم، يبقى الاجابه مش ب. النيوترونات فعلا
متعادله، فتمشي في خط مستقيم مش هتتاثر، الالكترونات هتروح ناحيه الموجب والبروتونات الموجبه هتروح ناحيه السالب، لذلك هي الاجابه هتبقى كده. سؤال 49. اتفق تومسون ورازرفورد في اي مما ياتي. اتفقوا فيهم الاثنين ان الذره متعادله، صح كده؟ يبقى الشحنات الموجبه بتساوي الشحنات الايه؟ السالبه. وفر بس كده على نفسك. يختلف رازرفورد عن تومسون في الاثنين دول بيختلفوا فين بقى؟ وجود شحنات كهربائيه في الذره؟ لا، الاثنين قالوا ان في شحنات كهربائيه. ان الذره متعادله؟ لا، والاثنين قالوا ان الذره متعادله. ان الذره ليست مصمته، ايوه، رازرفورد رفض ان فكره الذره مصمته دي خالص، رفضها. طيب تمام. 51. السؤال ده فيه اختلاف كبير ولغط كبير. تمام؟ دوران وتحرك عجله من الميكا الرقيقه اذا وضعت في مسار اشعه المهبط يدل ذلك على ان عجله الميكا موجبه الشحنه ولا اشعه المهبط لها تاثير حراري؟ لا طبعا، هي الاجابه مش الف خالص. اشعه المهبط سالبه الشحنه، تمام؟ ولا اشعه المهبط لها كتله وتسير في خط مستقيم؟ هتبقى انهي واحده؟ لا، هو اللي هيحرك الشحنات، يعني هيحصل في بقى يقول لك ايه؟ لها كتله، فلما ليها كتله هتصطدم فهتحركها. لا، هو الصح بتاعها ان هيحصل يعني العجله هتلف او العجله تتحرك زي بالظبط كده انحراف الايه؟ المغناطيس او البوصله لما تجيب جنب منه مجال مغناطيسي يتحرك. تمام؟ 52. قام العالم نقط بوضع اول نظريه يبقى دالتون، بينما بوضع اول نظريه على اساس تجربه رازرفورد. طالب يقول لي امال تومسون يا مستر؟ لا، تومسون مش هو صاحب التجربه، خلي بالك، ماشي؟ وتومسون ما كانش داخل مخصوص علشان خاطر يكتشف مكونات الذره، لكن رازرفورد هو كان داخل وعامل هدفه ان هو يكتشف حاجه في الذره. يبقى خلي بالك هتبقى دالتون ورازرفورد. سوري، دالتون ورازرفورد. طيب تعالى بقى كده اخر 3 اسئله. في سؤال 53 بيقول لي واحد اي من الاشعه يثبت. بص يا باشا، هي دي كده تجربه رازرفورد والذهب، ودي اشعه الفا، او في جزء عدى خلاص وفي جزء ارتد. هو اللي عدى اللي نفذ هو ايه، واللي ارتد هو بي، واللي انحرف هو سي. خلاص، اللي ارتد بيه فعلا خلاص، واللي انحرف سي. اي من الاشعه يثبت ان الذره ليست مصمته. الذره ليست مصمته، اللي بيعدي في مساره واللي بينحرف. يبقى ليست مصمته، هو هنا مش هتنفع غير ايه؟ خلاص، لان مش هتنفع بي وسي. بي ما تثبتش ان هي مصمته، بي رجعت. طيب لكن ايه عدت؟ السي انحرفت. يبقى اللي يثبت ان هي ليست مصمته الايه ادق. اي من الاشعه، بس بصراحه المفروض كان يقول ايه وسي بصراحه. اي من الاشعه يثبت ان النواه موجبه الشحنه اللي انحرف ده يا جماعه، الموجب ده اللي انحرف، يبقى الاجابه سي. اي من الاشعه يثبت وجود نواه مركزيه ذات حجم صغير وكثافه كبيره. يثبت وجود نواه مركزيه ذات حجم صغير وكثافه كبيره. هتبقى انهي واحده يا جماعه؟ خلي بالك، سي رجعت اللي هو اللي ارتد. سي فينا اللي ارتد وفي بينا اللي ارتد، يبقى الاجابه بي مع سي. طيب كده يا جماعه بفضل الله الفيديو ده تم على خير، والحمد لله رب العالمين خلصنا الاسئله المطلوب ان احنا نحلها في الواجب. فاضل شويه اسئله مقاليه، طبعا دي هتتحل ودي هتتلم من الطلبه، تمام، وهنشوفها بنفسنا، تمام. وهيبقى بعد كده عندك هنا نموذج بور في الملزمه اللي هتستلمها ان شاء الله صفحه 12. عفوا حبايب قلبي، ده اللي هيتم ان شاء الله لاخر السنه سواء ترم اول او ترم تاني باذن الله. حابب ان الفيديو ده يوصل لكل طلبه مصر. ده صدقه، ودي النيه من دلوقتي، صدقه لله سبحانه وتعالى، يعني صدقه على روح والدي وعلى حياتي انا واولادي. دي صدقه جاريه. خلاص، انا والدي طبعا يعني لسه متوفي وقلبي يعتصر حزنا الى الان، وعمري ما هنساه، وربنا
يخلي لكم والديكم بجد خلي بالكم منهم. يعني والدك عايش، والدتك عايشه، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، ما تضايقهمش، ما تضايقهمش، نصيحه. اخدموهم، فرحوهم، بلاش توجعوا قلوبهم. لان انت لما يوم ما هيتوجع قلبك عليهم لا قدر الله يا ربنا يخليهم لك، هتتمنى لحظه بس كده، لحظه تترمي في حضنهم كده، يعني تاخد يعني شويه دفء كده، بس هتتمنى. فيا جماعه بعد اذنكم اللي قاعد دلوقتي وبيسمعني، بعد اذنكم يعني يا رب تكونوا كملتوا الفيديو الاخر عشان تسمعوا الحته دي. بالله عليكم ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره ولسائر امواتنا جميعا يا رب، ربنا يرحمهم جميعا. وما تنسونيش بقى بدعوه كده خفيفه كده حلوه كده او تقيله براحتك، يعني ما تنسونيش، ربنا يثبتني واقدر اقدم لكم كل حاجه وكل خير ان شاء الله. خصوصا انا احتسبت ان الحاجه دي هتبقى صدقه جاريه على روح والدي وعلى حياتي انا واولادي وكل حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله ميعادنا الحلقه اللي جايه في فيديو حل الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.